هلا حكينا كمان بالاول على مين المسؤول عن اللي عم بيصير بسعر الصرف، وكيف عم تتحدد سعر الصرف، مين اللي بيعلي الدولار ومين اللي بيوطي الدولار، مين مسؤول عن هذا الملف. لحد هلا بعد مش واضح، وهذا المؤسف الكبير انه لا الحكومه بتقدر تجاوبنا، ولا مصرف لبنان بيقدر يجاوبنا، ولا حدا عم يقدر يجاوبنا مين عم بيحدد فعليا سعر الصرف. تبين انه في عدد كبير من النافذين اذا بدكم بلبنان بعدهم قادرين يحولوا مصاري لخارج لبنان من بعد الازمه. وعم بحكي على دائما نحن كنا نقول السياسيين، ممكن يكون جزء كبير من السياسيين، مش معناتها كل السياسيين، بس في ناس كمان لازم نحكي مين هن النافذين. ممكن يكونوا رجال اعمال، ممكن يكونوا لهم علاقه بالمصارف وبمجالس اداره المصارف، ولكن كمان في البعض منهم قضاة، البعض منهم تما اقول انا عم بشمل كل العالم، والبعض منهم امنيين وضباط، وهيدي المعطيات صارت مؤكده.